السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وفي اتم صحة واحسن حال يا رب، اللهم امين. كل سنة وانتم طيبين. خلاص يا بنات، احنا عدينا نص الشهر الكريم. عارفة طبعا اني اتأخرت عليكم بس غصب عني والله. ان شاء الله كده هحاول اعمل معاكم حلويات العيد بإذن الله زي ما عملناها مع بعض في القناة القديمة وعجبت حضراتكم. فيديو النهارده بقى هقولك فيه على افضل انواع الدقيق وكمان الزبده، وان شاء الله كده كل الخامات اللي هتستخدميها بقى في شغل النواعم. طبعا لو لسه ما اشتريتيش واتاخرتي زي حالاتي، عايزه اقول لكم يعني احنا ما تاخرناش قوي بصراحه يا بنات. انا اكتر وقت بحب اشتغل فيه اخر 10 ايام في الشهر، بحيث لو الحاجه قعدت معايا كده لحد بعد العيد تبقى كده كانها طازه وزي ما هي، عكس بقى ما بعملها في اول رمضان او نص رمضان. ان شاء الله كده نلحق مع بعض نعمل كل الحاجات الحلوه بتاعه العيد. وتعالوا كده نبدأ بسم الله ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم ارحم أمي وأموات المسلمين يا رب العالمين. أول حاجة هنتكلم عنها يا بنات وهي الدقيق. طبعا أنا جبت دقيق الضحى. عايزة أقول لكم يعني النوع ده بجد ما يعلاش عليه. طبعا هو بقى ودقيق دوبيلا وسنبلة الفرات، وفي طبعا أنواع كتير كويسة جدا. أهم حاجة بلاش تجيب الدقيق اللي مكتوب عليه مخصص للكحك والبسكويت. طبعا بيكونوا ضايفين عليه بقى حاجات، فده ممكن يعني يلخبط معاكي المقادير. هاتي كده الدقيق اللي مكتوب عليه جميع الأغراض ويكون استخراج 72%. الدقيق ده بجد من الحاجات الحلوة جدا جدا، اللي يعني مفيش اختلاف عليها بصراحة. أنا جبت منه كده 2 كيلو، وجبت كمان كيلو من دقيق الأصيل برضو متعدد الأغراض. والدقيق ده بجد يا بنات بقى حلو جدا بصراحة، بجربه في حاجات كتير، مخبوزات بقى، معجنات، حلويات، كل حاجة، حتى البيتزات والفطاير بصراحة ما شاء الله عليه. حلو جدا يعني، لو لقيتوه هاتوه وانتم مطمنين على طول. كيلو منه ب35 جنيه وبرضه استخراج 72%. بص، هو أي دقيق مكتوب عليه 72% بصراحة بيكون حلو جدا. الكيلو منه ب35، والضحى كمان برضه كان ب35 جنيه. طيب لو حابة تشتغلي بقى بدقيق سايب، طبعا في شركات حلوة جدا. أهم حاجة تشتري بقى من حد مضمون، وتكوني يعني عارفة إنه مش هيغشك في الخامات اللي بتشتريها منه. طبعا انا بجيب دقيق من مكان مضمون جدا، وبصراحة بحب حاجته قوي يا بنات. وطبعا بيكون عنده انواع كتير بس افضلهم نوع اسمه الكورة. الدقيق ده بقى حلو جدا، اللهم بارك. تقريبا دي تالت سنة اشتغل منه نواعم العيد. الكيلو منه يا بنات ب26 جنيه. في طبعا سنبلة الفرات برضو فرط دقيق سايب يعني. وفي انواع كتير جدا، انت هاتي الدقيق اللي انت متأكدة ان هو كويس جدا و... وان التاجر مش هيغشك في نوعه. وبكده اكون بقى اتكلمت على احسن انواع الدقيق. وزي ما قلت لكم عندكم شركات كتير وانواع كتير جدا. تعالوا بقى نشوف السمنة او الزبدة. دي بقى زبدة فيرن يا بنات، تعتبر طبعا من افضل انواع الزبدة اللي موجودة في السوق. من حيث بقى السعر، طبعا لو ما قدرتك بقى تشتري زبدة مثلا نيوزيلندي او لورباك، دول طبعا ما يعلاش عليهم خالص، ولكن طبعا السعر بتاعهم بقى مبالغ فيه جدا. حقيقي فيرن انا دايما بستخدمها في البسكوت والبيتيفور، وبتديني نتيجة رهيبة. سعرها طبعا بيختلف من مكان لمكان. اخر مرة كنت جايباها ب160، ودلوقتي جبتها يعني وصلت ل145 جنيه. سعرها نزل شوية تقريبا في رمضان. عندك كمان السمنة البقري بقى أو البلدي، ودي بصراحة اللي بحب أعمل بيها دايما الغريبة والكحك. بتبقى خفيفة كده على المعدة وكمان بتدي طعم حلو قوي. طبعا لو حابة تجيبي سمنة بلدي برضو جميلة جدا. جبت الكيلو منها ب180 جنيه. طيب لو مش إمكانياتك بقى تجيبي زبدة ولا مثلا سمنة بلدي أو بقري، مفيش مشكلة خالص. عندك جنة بقى بطعم وريحة الزبدة الصفرة تحفة يا بنات، رهيبة جدا بصراحة، حلوة جدا جدا. ومتوفرة بقى في السوق، وفي كريستال وفي جنة وفي أنواع كتير جدا، وبتبقى حلوة جدا برضو في البسكوت وفي الكحك وكمان البيتيفور. واغلبنا طبعا بيحب يشتغل بالسمنه، مش بيحب يشتغل بالزبده خالص. ممكن مثلا تعملي ميكس ما بين روابي وجنه، وبرضه بيدوكي نتيجه حلوه جدا في الاخر. يعني اللي في امكانياتك هاتيه. اهم حاجه تعملي ولو كميات بسيطه جدا وتفرحي ولادك لو بابسط حاجه. حتى لو هتكلفي سمنة فرط زي ما انا كنت بصراحة بشتري في اوقات ما بيكونش متوفر معايا بقى سمنة خالص ولا زبدة، و... والميزانية ما كانتش بتبقى ظابطة معايا، كنت ببعت اشتري سمنة فرط. وعايزة اقول لكم والله يا بنات جميلة وبتأدي الغرض. اهم حاجة برضو تجيبي من حد مضمون، وتجيبي نوع سمنة يكون كويس وتكوني مجربة قبل كده. سموا الله بس انتوا كده وصلوا على رسولنا الكريم، وانتوا هتعملوا احلى حاجة حتى لو بتكلفة بسيطة. لو نص كيلو من كل حاجة، المهم نفرح اولادنا ونحسسهم بفرحة العيد. نيجي بقى بعد كده للسكر.
طبعًا يعني نواعم العيد بتحتاج سكر ناعم، أنا بصراحة باحب أشتري السكر وأطحنه في البيت، علشان كمان السكر الناعم الجاهز معظمه يعني بيكون داخل فيه نشا، وده طبعًا ممكن يأثّر على الحاجة اللي بنعملها، وكمان يعني لو في البيت هتكوني بقى ناخلاه وعارفة إن السكر قدامِك لونه أبيض وجميل، وما فيهوش بقى أي مواد حافظة ولا نشا ولا أي إضافات تانية. لو أنتِ بقى حابة تشتري سكر جاهز بودر برضه اللي يريحِك، أهم حاجة اشتري برضه نوع يكون كويس عشان يدّيكِ نتيجة كويسة. ضروري كمان يكون عندِك كده baking powder، أنا بالنسبة لي العلبة دي حلوة وموفّرة بالنسبة للأكياس الجاهزة، وطبعًا استخدمتها معاكم كتير في القناة القديمة، وعرّفتكم رأيي فيها بكل صراحة. العلبة طبعًا ب35 جنيه، بعد زيادة الأسعار كنت الأول طبعًا باشتريها ب15 جنيه، باخد منها معلقة كده على قد استخدام الحاجة اللي باعملها. وباقفلها كويس وباحتفظ بيها وبتقعد معايا فترة كبيرة. طب لو أنتِ حابة بقى أكياس هاتي دريم وابعدي خالص عن أي نوع تاني. الأكياس من دريم بجد حلوة جدًا ونتيجتها مضبوطة بالملي، هاتي بقى على قد الكمية اللي هتستخدميها. جبت كمان إزازة فانيليا، وفي برضه أكياس برضه لو مش عايزة كمية. هاتي برضه تاج الملوك كلنا طبعًا عارفينها وبنستخدمها دايمًا وحلوة جدًا. هتحتاجي كمان لبن بودر لنواعم عفوًا لنواعم العيد. أنا باجيب ربع كيلو بيقعد معايا فترة حلوة، وبصراحة بينفعني بقى في حاجات كتير. ده للمعجنات يا بنات، خلّوا بالكم علشان في منه للمشروبات، بس للأمانة أنا باستخدمه في الاتنين لإنه حلو جدًا. ويعني لو ما عنديش بقى لبن وباكون محتاجة مثلًا لبن، باخد منه معلقة كده أو معلقتين على قد الاستخدام، وبيدّيني taste حلو جدًا للحاجة. كمان جِبت ب10 جنيه نشا برضه من الأساسيات، هنحتاجها برضه في البسكوتات وفي حاجات كتير، وخميرة فورية دريم برضه من أكتر الأنواع المضمونة في شغل المعجنات. دريم بصراحة ما يُعلاش عليها يا بنات، يعني سيبكم بقى من الأنواع التانية خالص. دريم حلوة جدًا ونتايجها بجد بتكون مضمونة في كل حاجة بنستخدمها. جِبت كمان ب10 جنيه سمسم محمص، طبعًا علشان بقى الكحك ولو هنعمل مثلًا قراقيش. بس ضروري يكون محمص يا بنات، يعني بلاش بقى اللي لونه أبيض. الكمية دي ب10 جنيه بالنسبة لي حلوة جدًا، أنتِ بقى هاتي الكميات اللي أنتِ محتاجاها لشغلِك. دي كمان بودرة تلج أو برتقان. كان عندي كمان شوية في التلاجة يعني نفس الطعم ولكن مع اختلاف اللون، بتعلّي تيست البسكوت جدًا وبتدّي له طعم حلو جدًا. وعايزة أقول لكم يعني أوقات باعمل منها عصير لولادي بيكون طعمها حلو أوي. ودي إزازة بقى صوص فراولة لو هتزيني بقى كيك أو جاتوه، برضه بتدّي نكهة حلوة جدًا. جِبت كمان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، جِبت بقى سوداني برضه محمّص. بافرمه كده وباخلّيه مجروش، يعني نُص فرمة كده بسيطة. بصراحة باحب أزيّن بقى بيه البيتي فور وأوقات باحط منه كده على الغريبة، يعني بديل بقى اللوز والمكسرات، أنتم عارفين طبعًا إن الحاجات دي بقت غالية جدًا. جِبت كمان برضه يعني كاكاو خام. ما جِبتش بقى منه كتير علشان بصراحة موجود عندي كمية حلوة كده محتفظة بيها جوّه التلاجة. جِبت كمان محلب بصراحة حلو جدًا وباحط منه بقى على المعمول والكحك. بيخلّي طعمهم حلو جدًا وبيبقى زي الجاهز وأحلى بكتير. الشوية دُولة كده ب10 جنيه طبعًا يعني بننعّمهم في الخلاط، والكمية بتاعتهم بتكون كتيرة بقى بعد ما بيتفرموا تمام. جِبت كمان شوكولاتة شيبسي يا بنات للتزيين. عايزة أقول لكم يعني في حاجات بقى كتير للتزيين، تقدري بقى تجيبي اللي أنتِ بتحبيه واللي بتفضّليه، يعني مجرد ما هتخشي كده عند العطار أو محل مستلزمات الحلويات، هتلاقي بقى حاجات كتير تختاري بقى الحاجات اللي أنتِ محتاجاها. طبعًا أنا عندي حاجات كتير جدًا للتزيين محتفظة بيها كده في درج التلاجة، إن شاء الله كده هاطلّعها ونستخدمها مع بعض بإذن الله. ودي بقى نُص كيلو كده عجوة منسولة. باشتريها برضه طرية، أهم حاجة كده تجيبي اللي لونها فاتح بلاش اللي لونها غامق خالص، اللي لونها غامق في الطعم مش بتكون حلوة خالص يا بنات. لو هتحشي بقى بيها قُرَص أو كحك أو أي حاجة برضه مهمة جدًا في شغل العيد. جِبت كمان ربع كيلو كده من جوزة الهند المبشور، باحط منه كده للبسكوت، وكمان بازين منه كده للبيتي فور بيكون حلو جدًا. طبعًا يعني معظمنا بقى كان عنده متبقي كده شوية من مشتريات ياميش رمضان، لو حسيتِ إنِّك محتاجة كده عليهم ممكن تجيبي حاجة بسيطة مثلًا زي تمن كيلو أو ربع كيلو وتمشّي الدنيا. جِبت كمان ريحة الكحك، في طبعًا منه البودر وفي منه السايل، ولكن البودر بتدّي طعم وريحة أقوى من السايلة. بس بصراحة يا بنات أنا جِبت الاتنين على أساس إن أنا لو عملت إن شاء الله معاكم 2 كيلو من الكحك، نعمل كيلو بريحة الكحك السايلة، وكيلو بريحة الكحك البودر، وأقول لكم بقى إيه اللي طعمه يعني أقوى، سواء بقى في الريحة وفي الطعم من الاتنين.
صلوا على النبي يا بنات في التعليقات وحطوا لايك للفيديو علشان يروح لناس تانية كتير. وطبعا يسعدني اشتراكك وانضمامك في القناة علشان زي ما كبرنا مع بعض القناة القديمة، بإذن الله بوجودكم معايا وتفاعلكم القناة دي إن شاء الله تكبر بإذن الله. اللهم صل على سيدنا محمد. المهم كمان جبت يا بنات ب10 جنيه لولي للغريبة. الإزازة دي ب10 جنيه، طبعا كنا زمان بقى يعني بنجيبها ب3 جنيه وب2 جنيه. الحمد لله طبعا على كل حال، بجد الله المستعان يعني على الأسعار. انا بحب ازين بصراحه الغريبه باللولي واوقات بزينها بالكريز. عملتها معاكم طبعا قبل كده في القناه القديمه، وكل اللي جربها يعني الحمد لله اللهم لك الحمد عجبته جدا ودعالي عليها. ان شاء الله كده ربنا يدينا الصحه والعمر وباذن الله نعمل مع بعض كل الوصفات الجميله دي. اما بالنسبه بقى للملبن فده كان موجود عندي بصراحه في التلاجة، يعني انا ما اشتريتش بقى ملبن جديد. هو نوعيته حلوه، وبرده خلي بالك وانتي بتشتريه علشان طبعا في منه يعني نوع للاكل، ده ما ينفعش في الكحك خالص. فخلي بالك كده لان في منه انواع، يعني هاتي كده من حد مضمون وحد كده ثقة بتجيبي منه طلبات العيد بتاعتك. جبت كمان خميرة بسكوت اللي هي النشادر، باخد منها بقى على قد الاستخدام والباقي بشيله كده جوه التلاجة مش بيجراله اي حاجة. طبعا عندي بقى في التلاجة فرماسيل التزيين وشوكولاتة وسبرينكل برضو وحاجات كتير. انت بقى طبعا عند العطار هتدخلي بقى هتشوفي كل الحاجات اللي انت محتاجاها، سواء بقى عند العطار اللي بتشتري منه او يعني محل مستلزمات الحلويات. بتبقى الحاجة بقى واضحة يعني قدام عينيكي كده. هاتي بقى الحاجات اللي انت بتحبي تزيني بيها والحاجات اللي بتفضليها. تعالوا بقى اقول لكم علشان نطلع حاجات كده يعني مظبوطة ومضمونة. نعمل ايه؟ اول حاجة طبعا لو متوفر عندك ميزان هيبقى دقيق جدا اكتر في المعيار من اي حاجة، وسعره مش غالي خالص يا بنات. انا كنت جايبه الميزان ده تقريبا كده من سنين كتير، يعني حوالي 5 سنين او اكتر، ب75 جنيه. هو سعره دلوقتي تقريبا يعني سمعت انه وصل ل150 جنيه. بس بجد اللهم بارك حلو جدا وبينفع في كل حاجه. انا عملت له الفيشه دي طبعا علشان الحجاره كده كانت كل شويه تفصل، فبالنسبه لي الفيشه يعني اوفر بكتير، وطول الوقت بقى شغال معايا عملي جدا وما شاء الله بستخدمه بقى في كل حاجه تخص المطبخ. وطبعا اهم حاجة بقى المحافظة عليه، دي حاجة تانية خالص. بيشيل لحد 5 كيلو ما شاء الله بجد، يعني انصحكم بجد لازم تجيبوا الميزان يكون موجود عندكم في المطبخ. طيب لو مش موجود عندنا الميزان برضو مفيش اي مشكلة. هنستخدم الاكواب المعيارية، والطقم ده برضو مش يعني مش غالي، رخيص جدا. ما بين كده 10 و15 جنيه، وهتلاقيه برضو موجود في كل مكان. الميزة فيه برضو ان فيه كل المقاسات، الربع والنص، وكمان المعلقة المعيارية. حلو جدا، وكمان مكتوب عليه بالملي، يعني بيطلع المعيار مظبوط، وهتلاقيه كده موجود في اي مكان. طيب لو مش حابة برضو تعايري بيه، هتعايري مكوناتك بالكوباية بقى العادية بتاعة الشاي، او المج الشاي العادي اللي هو 200 ملي يا بنات، وده طبعا موجود عندنا في كل بيت، وبيطلع برضو المعيار مظبوط جدا. وان شاء الله كده هنشتغل بيه علشان نرضي كل الاطراف. طيب بعد كده برضو يكون معاكي مضرب كهربائي، والمضرب ده معايا بقاله حوالي 15 سنة يا بنات، اللهم بارك. يعني ما شاء الله حلو جدا، وقع مني مرة واحدة بس، ولكن الحمد لله شغال وزي الفل. طبعا علشان انا محافظة عليه، و... وكل حاجة طبعا بتحافظي عليها بتعيش معاكي يعني وقت اطول، وبيكون عمرها طويل تمام. طيب لو مش موجود برضو عند حد، برضو هنشتغل وهنعمل كل حاجة بالمضرب بقى السلك او مضرب ايكيا، ده حلو جدا جدا في الاستخدام، وبيطلع برضو الحاجات ما شاء الله جميلة جدا. لكن هو بيحتاج بقى لشوية مجهود كده وقوة عضلية شوية، بياخد وقت شوية صحيح، بس برضو بيدي نتيجة كويسة جدا. طبعا أمهاتنا بقى وأجدادنا كانوا بيعملوا لنا كل حاجة حلوة بالمضرب وكمان بإيديهم والله، وكانت الحاجة بتطلع ما شاء الله جميلة جدا. أهم حاجة كده نسمي الله ونذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، والحاجة هتطلع من إيدينا زي الفل. بالنسبة بقى لمكنة البسكوت، أنا بعمل البسكوت في مكنة العجان، واللهم بارك بيديني نفس النتيجة بتاعة المكنة العادية. طبعا المكنة العادية برضو يا بنات موجودة عند معظمنا في البيت. ولكن المكنة بتاعتي دي اشتريت لها الوش وركبته على أساس كده تديني نفس الشكل بتاع مكنة البسكوت العادية جدا اللي هي اليدوية. طبعا المشط ده اللي بحب استخدمه فيه طبعا اشكال كتير جدا، بس انا بحب الشكل ده جدا علشان بيديني كده بسكوتة متساوية وشكلها جميل. عندنا طبعا يعني امشاط تانية كتير، انت بقى تستخدمي الشكل اللي بتحبيه وبتفضليه. في برضو اشكال كتير جدا، يعني عندي كذا بصراحة كذا شكل، وان شاء الله كده هجرب معاكم برضو الاشكال الحلوة اللي بفضلها وبحبها.
طيب لو ما فيش بقى مكنة بسكوت كهربا ولا عادية، برضه ما فيش مشكلة خالص. هنعمل أحلى شوية بسكوت بالكيس الحلواني. أهم حاجة تختاري نوع كيس كده كويس. الكيس ده برضه حلو جدًا وسعره ما كانش غالي، كان بحوالي 45 جنيه. باركّب بقى فيه مِشط البسكوت ده، بيدّي برضه نفس شكل البسكوت بتاع الماكينة. مقاسه يا بنات مكتوب عليه 1D، عشان لو حابين تجيبوه، سعره حلو جدًا برضه 20 جنيه. وفي كمان الشكل ده برضه لو مش عاوزة تكلّفي نفسِك، بتستخدميه من غير كيس برضه بيدّي نتيجة حلوة جدًا. وممكن برضه تشتري الأكياس اللي هي استخدام مرّة واحدة لو مش عايزة تكلفة، برضه حلوة جدًا وسعرها بسيط. هو باكيت كده بيكون حوالي يعني فيه حوالي 50 كيس ب25 جنيه. خامتهم بصراحة حلوة جدًا. أحلى من الأكياس اللي هي السيليكون. أنا بصراحة جرّبتها يعني أكتر من مرّة وتجربتي معاها كانت سيئة جدًا. الكيس بيتقطع بسرعة كده ومش بيستحمل. فبالنسبة لي استخدام المرّة الواحدة أحسن مليون مرّة من الأكياس اللي هي السيليكون. في كمان الشكل ده، بتحطي بقى جواه البلبلة بتاعتِك أو التيب بالشكل بقى اللي هتستخدميه، وبعدين بقى بتقصي على قد الشكل اللي بتستخدميه. في كمان ماكينة البيتي فور لو حابة بقى يعني تنوعي كده وتعملي أشكال كتير لو موجودة عندك. بس أنا بصراحة بحب برضو بيتي فور الكيس. يعني بيكون أسهل كده وأسرع وجميل جدا. وده برضو ما يمنعش إن احنا إن شاء الله برضو هنعمل شوية كده بالمكنة. عشان لو في ناس عندها المكنة ومش بتعرف تستخدمها إن شاء الله برضو أعمل معاكم شوية بالمكنة. نيجي بقى للحاجات اللي يعني بشكل بيها بقى الأدوات بتاعتي. معايا بقى التيب ده، يعني بيديني شكل حلو جدا للبيتي فور. وفي كمان شكل البسكوت ده قلت لكم بنستخدمه للبسكوت وبنستخدمه برضو للبيتي فور اللي بيكون على شكل بسكوتة حلوة جدا. وبيدينا اشكال جميلة جدا. وفي برضو اشكال تانية كتير هوريكم كمان يعني الادوات اللي بستخدمها. دي بقى قلت لكم الاول التيب الواحد ب20 جنيه. وفي منه اشكال كتير ومقاسات كتير. هاتي بقى الحاجة اللي تريحك وكده. دي بقى قوالب الطرط بتاعة الصابليك، يعني كان الواحد برضو ب2 جنيه. سعرهم حلو جدا وما شاء الله يعني موجودين عندي كده بقالهم كام سنة. بس ما شاء الله نوعيتهم ستانلس حلوة جدا. عايزة اقول لكم يعني الحاجات دي رخيصة جدا وبتعيش معاكي فترة طويلة. اهم حاجة كده بعد ما تستخدميها تغسليها وتنشفيها كويس جدا. هتلاقيهم برضو عند بتوع ادوات يعني خامات الحلواني. عندي كمان اشكال ماكينة البيتي فور برضو فيها كام شكل كده. بحب اعمل منهم مع اشكال الكيس زي ما اتفقنا. وبرضو بيدوا نتيجة حلوة جدا. معايا كمان قطاعات الصليب يعني بيجوا كده مع بعض. كنت جايبة كده الشكلين دول. سعرهم برضو كان رخيص جدا يعني حوالي 10 15 جنيه مش اكتر من كده. طبعا الحاجات دي ما كنتش بجيبها مرة واحدة، كنت كل مادة كده بشتري حاجة. لما جمعت ما شاء الله الحاجات دي كلها. عايزة اقول لكم الحاجات دي عندي بقالها سنين. واللهم بارك يعني حلوة جدا واستخدامها كأني لسه شارياها طبعا عشان انا محافظة عليها زي ما انتم شايفين كده. دي كمان التيبات بتاعة القمع جاية مع الكيس الحلواني. بس بحب استخدمهم بقى في البيتي فور لو عايزين بقى نعمل اشكال مفتوحة او اشكال مقفولة ان شاء الله كده نعمل مع بعض الحاجات الحلوة دي كلها. دي برضو قطعات كده للصبلية على شكل كده على كذا شكل. وفي برضو منها قوالب كده للمعمول برضو بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. و... والمكبس بقى بتاع البسكوت. ودي قوالب المعمول زي ما قلنا حلوة جدا وفي برضو يعني منها كذا شكل موجود عندي. وفي حاجات تانية كتير كده محطها كده في برطمان بغطا ومحافظة عليها. ده بقى المكبس بتاع البسكوت طبعا هتلاقوه برضو موجود بكذا شكل. في منه بقى المدور وفي منه المربع. انا بحب استخدمه كده في المعمول بصراحة بيديني شكل حلو جدا. وكمان في اشكال البسكوت ودي برضو قطعة الاستابليه برضو. يعني استخدمي بقى الشكل اللي بتحبيه وكل الاشكال دي طبعا هتلاقيها وهتلاقي اشكال تانية نازلة جديدة. باشكال ورسومات اكتر متوفرة في كل مكان. دول بقى كمان بصمات الكحك والشكل ده طبعا مشهور جدا. منها الاستانلس المعروف وكمان البلاستيك حلو جدا والرسمة بتاعته كده واضحة. والنقشة بتاعته حلوة جدا. بس الحقيقة مش بعترف بالكحك يا بنات غير وهو منقوش بالمنقاش. طبعا المنقاش بقى والنقشات الجميلة اللي اتربينا واتعودنا عليها. هي البصمة فعلا بتنجز وكل حاجة خصوصا بقى للناس اللي بتشتغل مشاريع وكده. بس انا بصراحة بحب المنقاش جدا. عندي كده كام منقاش بس عايزة بقى اوريكم يعني ازاي بقى تختاري المنقاش اللي يديكي نقشة كده ورسمة حلوة وتكون ثابتة معاكي. لما تيجي بقى تضغطي عليه وكده هتلاقيه قافل على بعضه.
والسنون بتاعته مساوية لبعضها كده وبتقفل على بعضها بالظبط، يعني مفيش بقى سن بعيد عن السن التاني. ده طبعا بيكون سيء جدا. انا بحب المنقاش اللي اسنانه كده تكون صغيرة، غير بقى اللي اسنانه بتكون كبيرة، بيدي رسمة حلوة كده وبتكون مظبوطة. لكن اللي اسنانه بتكون كبيرة مش بيكون مظبوط خالص. شوفوا بقى، مش يعني مش بيقفل على بعضه كويس، وكمان المسافات بتاعته مش بتكون مظبوطة. اختاري زي ما قلت لك اللي اسنانه ضيقه وبيقفل على بعضه بالظبط. هي دي بقى كل الادوات اللي بنستخدمها في عمل الحلويات والنواعم. وعايزه اوريكم بقى، قبل ما اشتري الاشكال دي وقطعات البسكوت كنت بشتغل يعني بغطا برطمان يا بنات. والله زي ما بقول لكم، غطا برطمان او غطا ازازه، او ازازه يعني برفن صغيره كده. كنت بقطع بيهم الصابليه والبسكوت وبعمل منهم اجمل اشكال. المهم تعملي وتفرحي ولادك زي ما قلنا، ولو بأبسط حاجة، ومن غير ما تكلفي نفسك يعني. ما توقفيش نفسك على حاجة وما تقطعيش كده فرحتهم، وإن شاء الله كده ربنا يقويكي ويقوينا ونعمل كل حاجة حلوة لولادنا بإيدينا ونفرحهم. ده كمان قالب سيليكون للشوكولاتة برضو هنعمل معاكم بإذن الله، في أحلى شوكولاتة كده موفرة للعيد بأقل تكلفة. وبس كده جهزت بقى كل حاجتي ونعمت كده السكر في الكبة بتاعة الخلاط، وإن شاء الله برضو هعمل كمية تانية. وعبيت بقى يعني فضيت اللبن البودر كده في برطمان، علشان كل حاجة كده تبقى سهلة وجاهزة معايا على الشغل على طول. وبإذن الله كده ربنا يقدرني وأشارك معاكم الحاجات الحلوة بتاعة العيد، زي ما كنت بعملها معاكم في القناة القديمة. كل سنة وانتم طيبين يا حبايب قلبي. مستنية بقى اللايك الحلو من ايديكم ودعمكم للقناة واشتراككم، وكمان تعليقاتكم الحلوة اللي بتفرحني وبتسعدني دايما، علشان ان شاء الله اشارك معاكم وصفات العيد بإذن الله. بحبكم في الله. استنوني في الفيديوهات الجاية بتاعة العيد، واشوفكم على خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.